تعالوا اقول لكم ازاي نقدر نعمل القراقيش الجميله ديت باسهل وابسط طريقه مع كوبايه شاي او شاي بحليب والف هنا وشفا. يلا نبتدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اولا هنا احنا داخلين يا جماعه الدقيق بتاعنا، ومعانا كوبايه ميه دوبنا فيها معلقه خميره وثلاث اربع معالق سكر. تمام. لان طبعا القراقيش لازم نضيف لها شويه سكر كده كويسين. حابه تحليها اكتر من كده مفيش مشكله. يعني للكيلو الواحد انا هقولك مقدار الكيلو الواحد معلقتين سكر على معلقه صغيره خميره، لان احنا هنضيف هنا بودر فنستنى شويه ما تضيفيش خميره كتير. بضيف هنا المادة الدهنية بتاعتي لكل كيلو دقيق عليه كوباية زيت نباتي مع كوباية سمنة مذابة. عايزة تزودي مقدار السمنة برضه بيوصل معاكي الكوباية وربع علشان تقدري تاخدي نتيجة اللي هي مش وسط، يعني فوق الوسط بحاجة بسيطة. أبدأ هنا بس الحاجة مع المادة الدهنية دي، مع المادة الدهنية أنا عايزة الدقيق يختفي تماما وما يبانش أي دقيق له، وإنه يتشرب المادة الدهنية بتاعتنا، ودي من عوامل نجاح القراقيش بتاعتنا. طبعا ضايفين على الدقيق ذرة ملح عشان يعادل الطعم. لا بفضل ورا المادة الدهنية مع الدقيق كده لحد ما اخلص احس ان هو بقى زي الرمل ومتشبع زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي معايا كوباية لبن يا دوب دافية كده زي دمعة البيبي وزي رضعة البيبي سوري. وببدأ ما بتسخنيش طبعا اللبن، لا حاجة كده دافية كده. ومعانا هنا انا البهارات بتاعه القراقيش بتاعتي شمر وينسون ومحلب، حمصتهم كويس وبعدين طحنتهم ونزلتهم في مصفى عشان اخد النعمه بتاعتها، الخشنه لا. هنا بضيف برضو كيس باودر على يعني او معلقه صغيره على الكيلو، معلقه واحده، لان ما تنسيش ان احنا هنا ضايفين خميره. فانا هنا عشان عامله كميه فضفت 2 باكت معايا. وببدأ هنا أضيف المية بتاعتنا اللي احنا دوبنا فيها الخميرة. أنا يا دوب دوبت فيها الخميرة، أنا متأكدة من الخميرة بتاعتي وإنها شغالة مع كيسين أو 2 باكت فانيليا. بفضل البودر في الحالات اللي زي دي. ده سمسم أنا محمصينه، ده ضروري. على الكيلو برضو ممكن تضيفي 2 معلقة كبيرة سمسم متحمص. انا كده قلتلك كل المقادير للكيلو الواحد. طبعا كل ما تضاعفي كمية دي بتضاعفي كمية الحاجة. وببدأ ألم هنا العجين زي ما انتم شايفين بعد ما ضفت المية والفانيليا والبهارات بتاعتنا. هنا معلقة برضو كبيرة من لبن البودر على كيلو الدقيق. تمام. طبعا ده بيحسن، لبن البودر بيحسن معانا من القراقيش وبيخلي برضو الجودة بتاعتها بتبقى أفضل وأفضل. تمام. هنا خلاص كده أنا ضفت كمية اللبن البودر بتاعتي. هبدأ برضو أدمجهم مع بعض وألمهم لحد ما أحس إن العجينة هنا معايا كل ما تحتاج مية اديها، يعني ربع كوباية بمعلقتين كده يعني. هنا خلاص لمت معايا وحسيت إن العجينة بقت ناعمة ومش بتشق معايا. لما تمسكيها بين ايديكي كده وتغطيها باسترتش عشان ما تنشفش، وهنسيبها كده ترتاح 5 دقايق. بنكمل بقى المقدار بعد ما سيبناه كده يعني يرتاح شوية العجينة 10 دقايق. مش بنسيب العجينة تخمر، احنا بنسيبه على الصواني او السجان بتاعتنا هو اللي يبدأ يعني يرفع ويخمر عليها مباشر. هنا باخد قطعة كده من العجين وبحاول اقطعه بالقطاعة بتاعتي كده زي قطع مستطيلة كده طويلة عشان ابدأ ارولها. تمام. فبجهزها هنا عندي عشان ما ينفعش ابدأ اشتغل فيها، يعني اخد القطعة واشتغل فيها فوري. هتلاقي العجينة بتاعتك تلم معاكي مش هتفرد معاكي. تمام. لانها محتاجة بقى ترتاح شوية، لازم العجينة ترتاح. فحاولت اقطع كام قطعة كده بحيث ان هما
اريح العجينة شوية على ما ابدأ في اول قطعة انا بدأت فيها، وابدأ ارولها كده زي ما احنا شايفين على البلانشة الخشب او المفرش السيليكون، اي حاجة موجودة عندك، وابدأ كده اضغط عليها وافردها. انا هفردها هنا زي قطع مستطيلة بالمردنة كده، عشان انا حابة اعمل شكل هوريهولكوا دلوقتي معايا. ببدأ اضغط عليها كده بالمردنة رايح جاي كده، افردها معايا على قد ما اقدر، يعني افردي فيها مفيش مشكلة. هقولك هنعمل فيها ايه دلوقتي. تمام. ببدأ بعد ما احاول افردها على قد ما تقدري كده، بساوي بعدها الطروف بالقطاعة بتاعة العجين معايا. هنا طبعا انت تحبي تشكلي فيها الاشكال اللي انت عاوزاها، هتيجي وتروح معاكي عادي جدا. بس في نقطة عايزة بس الفت نظرك ليها، اهم حاجة نوع الدقيق. انت استخدمتي نوع مثلا ما تغيروا، يعني جربتيه قبل كده ما تحاوليش تغيريه، لان في نوع بيشرب معاكي المادة الدهنية، وفي نوع بيطرد المادة الدهنية. وفي الحالة دي لو طرد المادة الدهنية بتاعتك هتاخدي عجينة مش حلوة. فاحنا لما نكون مجربين نوع خلاص بنمشي عليه. بالقطاعة كده بحاول اساوي الطروف بتاعتي عشان ابدأ اكمل الشكل اللي انا عاوزاه. تمام. هنا فردت قطعة من العجوة. انا العجوة مجهزاها عندي بقطعة سمنة على شوية سمسم، وفردها على كيس استرتش كده عشان تساعدني على الفرد برضو بالمردان على قد ما بقدر. وضفتها هنا قلبتها على العجين، وببدأ ارول العجين زي السويس رول كده. بجيب شوية سمسم كده محمصاه واحطه على المفرش بتاعي عشان امشي عليها الرول اللي انا عملته، ويقوم ياخد السمسم معاه ويدينا شكل حلو وجميل جدا معانا. تمام. ببدأ بس يعني ألفها كده لفتين 3 بحيث ان انا اشبع السمسم بالرول بتاعي من كل الجوانب. بعد ما قفلت العجينة طبعا كويس، ببدأ بالقطاعة بتاعتي اقطعها زي اهو زي الرول، زي السينابون كده، عارفين السينابون كده بنقطعه كده اهو بالظبط كده. وببدأ اضغط عليه بايدي بحيث ان انا اخليه دايرة. تمام. بقطع بقى بتاخدي كل مش كل طبعا الكمية، انت بتشكلي حبة كده، يعني تقدري تعملي حبلين 3 زي ما انت حابة يعني. بس بتبقى هنا طبعا العجوة شكلها جميل ولفة في كل العجينة معايا. تمام. بكمل بقية القطاعة كده زي ما احنا شايفين، وابدأ ارصها في الصاج بتاعي او الصينية بتاعتي. بس كل واحدة باخدها على حدة، ببرمها كده بين صوابعي واخليها دايرة كده، او ممكن تحطيها على المفرش وتضغطي عليها نص ضغطة كده. وببدأ ارص في الصاج بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، واكمل الصاج بتاعي. وطبعا بسيبه كده يرتاح بالصاج، ما بدخلوش على طول لان احنا لسه دوبك مخلصين فيه شغل، فبنسيبه كده يريح 10 دقايق. والفرن طبعا شغال، بسخن الفرن بتاعي. هنا عملت زي رول كده، زي برضو رول طويل كده حبل سادة. ببدأ اخد برضو شوية كده سادة، وممكن تبططيها الرول ده وتحشي فيه تعملي عجوة زي رول برضو او صوابع كده، وتضيفيه وتبدأي هنا تقطعيه. بصي اهو بتبقى جميلة جدا وواخدة الشكل الصوابع زي ما انتي حابة، سادة وبعجوة. ويلا لايك وشير، ويلا جربي قوليلي رأيك ايه. طلع من الفرن ما شاء الله، لونه يعني جميل جدا، ولونه روعة ومستوي ومفتح جدا. بصوا اهو، يعني هنفتح كده واحدة معانا كده هنلاقيها ما شاء الله عليها. بصي قلبها مفتوح كده من جوه
اهو، يعني مش مكتومة ولا حاجة، لا دي ما شاء الله عليها متحمرة جميل جدا وبشكل وطعم ونكهة وريحة. ويلا اعمليها ويلا جربيها قوليلي رأيك فيه ايه. وألف هنا وشفا، واللي جربوا العيش بتاعتي عارفين طعمها ايه. يلا ألف هنا وشفا يا رب.